اكتر حاجة بتضيع عبادة رمضان مش الاكل مش العادة، الموبايل. ساعة واحدة من السوشيال ممكن تسرق منك روحك وتبعدك عن اللي يهمك. رمضان فرصة للتغيير، لكن انت قاعد في الموبايل تتفرج على قصص الناس، تتوتر، تقارن نفسك، تنسى هدفك. الصيام مش بس جسم، الصيام قلب وعقل. قال تعالى: واعبدوا ربكم حتى يأتيكم اليقين. اليقين ده مش بس موت، مش مع شاشات الموبايل. خليني احكي لكم موقف حصل مع الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان بيصلي، كان بيحجز نفسه عن اي حاجة تشتته، ركز قلبه وعقله في ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الصحابة كانوا فاهمين التركيز على العبادة أهم من أي وسيلة ترفيه. أنت فاكر نفسك هتفتح تيك توك عشان استراحة 5 دقايق وبعدين تتحول لساعتين وتلاقي الليل خلص والفجر طبعا قرب يجي وأنت لسه في الفيديوهات. التحدي ال 14 معانا خلال 48 ساعة. خلال اليومين الجايين حدد وقت قصير لاستخدام الموبايل بعد الفطار. قبل صلاة التراويح خلي الموبايل بعيد عنك، ركز على قراءة آية أو دعاء أو ذكر، واكتب في التعليقات أنا قدرت أسيبه كام دقيقة قبل صلاة التراويح. رمضان مش بس صيام عن الأكل، رمضان صيام عن كل حاجة بتبعدك عن ربك. الموبايل ممكن يسرق منك أوقات قليلة، بس رمضان فرصة العمر ما تضيعهاش.